بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وبإذن الله فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا بقى نخش النهاردة على الفيديو، على الغدا بتاعنا. غدا سهل وبسيط في ظل الأزمة اللي احنا فيها. لازم كده يعني ايه نعمل أكلات بسيطة، ومنها برضو ان هي تكون فيها كل العناصر الغذائية. فيلا بينا على الفيديو النهاردة ونقول بسم الله توكلنا على الله. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض المسقعة. مسقعة اللي هي البلد العادية اللي من غير لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة جنبها. هي مسقعة يعني عادية خالص. ممكن انت تعملي المسقعة دي باللحمة المفرومة، بس أنا حبيت النهاردة إن الفيديو بتاعي يكون سهل وبسيط ومفيش فيه أي لحوم. يعني هي مسقعة عادية وهنعمل جنبها العيش والخضار، وحلو قوي. قطعنا البتنجان بتاعنا، قشرناه وقطعناه ورشينا عليه ملح. قطعنا برضو البطاطس بتاعتنا وملحناها. جبنا الفلفل الرومي، ولو انت عايزة تعملي فلفل حراق اعملي، بس عشان انا عندي ولادي صغيرين وكده فكان لازم الفلفل يبقى بارد. جبنا التوم وحطيناه كده في الايد الهون، وهحط عليه ملح وكمون. وطبعا دلوقتي الطاسه بتسخن معايا على النار. اول ما هبدا بتحمير البطاطس، عشان البطاطس لازم تتحمر في زيت نضيف. وهنحط بقى شويه زيت هنقلي فيهم البطاطس، وهنقلي فيهم كمان البتنجان، وهنقلي الفلفل. وشويه الزيت اللي هيزيدوا في الاخر بقى هنعمل منهم صلصه المسقعه. هناخد بقى كل العناصر كده اللي هي كل ريحة القلي بتاعت بقى المسقعة، ونعمل ايه الصلصة بتاعتنا بطريقة حلوة وبسيطة. إيه، عندي كبة وعندي كل حاجة، بس بعشق دق التوم في ايد الهون كده. ايد الهون دي متواصلة معايا ومكملة معايا بقالها يجي 11 سنة 12 سنة. بحبها جدا مغيرتهاش، يعني دي بتاعت جوازي. جميلة وصغننة كده وحلوة، وهي خشب محملة، فمكملة معايا ان شاء الله. من صديق الصدوق معايا في المطبخ، ايد الهون دي. هدق بقى التوم زي ما انا قلت لكم، حط عليه ملح ملح وكمون، وهركنه بقى على جنب. في الوقت ده طبعا بدأت ان انا احمر اول طاسة بطاطس. هنحمر بقى البطاطس وهنخلص كده تحمير البطاطس، بعد كده هنخش على البتنجان ونحمر الفلفل. يعني هنقلي كل حاجة كده ورا بعضها عشان ما ناخدش وقت. دقينا التوم حلو طبعا، التوم بقى ده اللي هو الجديد الفريش. رغم ان سعر التوم اليومين دول راح يعني في داهية كده، مش عارفة التوم غلي كده ليه. ما كانش عندي طماطم غير ناشفة، فبصراحة كان عندي شوية طماطم كده في الفريزر كنت جايباهم. قلت مش هنوقف الأكلة يعني، وأنا كنت عايزة النهاردة إن أنا أعمل الأكل بتاعي كله من البيت، يعني ما كنتش عايزة أشتري أي حاجة من بره. كنت عايزة أوفر كل الأكل بتاعي من البيت. لازم كده نحاول إن احنا نوفر دنيتنا ونمشي دنيتنا، ونوفر أكلنا كله يبقى من البيت كده. فطلعت كده طماطم، وطلعت كمان فلفل من اللي هو البارد الأحمر ده، عشان يحمر معايا الصلصة ويدي الصلصة تقل ويكون لونها محمر كده معاكِ. الطماطم بدأت تفُك، فبدأت إن أنا أشيل القشرة. أنا مش عايزة القشرة، أنا عايزة اللحم بس بتاع الطماطم. فبدأت إن أنا أقشّر الطماطم كده وأشيل القشرة بتاعتها، و وهاسيبها تفُك شوية. وبعد كده هنضربها، عشان أنا عايزاها في الآخر لمّا أخلّص المسقعة. عايزاها في آخر المسقعة لمّا أخلّص شوية الزيت اللي هيزيدوا هنعمل فيهم الصلصة بتاعتنا. فبدأت إن أنا قشّرت معاكم كده زي ما أنتم شايفين الطماطم، وهاسيبها برضه منقوعة في المَيّة تفُك شوية لحد لمّا أحتاجها هاضربها في الخلاط. مكمّلين تحمير البطاطس بتاعتنا. ولو أنتِ معايا لحد هنا يالّا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة، ووجودِك هيسعدني جدًا معايا في القناة. خلاص كده قرّبنا نخلّص تحمير البطاطس. هنحمّر بقى دلوقتي البتنجان وهنقلي الفلفل كمان علشان نخلّص المسقعة كلّها ورا بعضيها. خلّصنا وهنعمل بقى زي ما أنا قُلت لكم الصلصة بتاعة المسقعة، مكان تحمير البطاطس ومكان تحمير البتنجان ومكان تحمير الفلفل. شوية الزيت اللي زادوا كده هاخش أقوم جاية حاطة فيهم معلقة التوم مشوحاها. وأول ما التوم بتاعي يطلع ريحة هاقوم جاية نازلة يا بنات بشوية من الخل. وبعد كده هانزل بالطماطم، وبعد كده هانزل بمكعب مرقة. سيبي الصلصة تتسبك، وراعي إن إحنا مملحين البطاطس ومملحين البتنجان قبل التحمير، فعشان ما تكونش حادقة معاكِ يعني خلّي الملح بسيط. خلّصنا تحمير الحاجة وشايفين شكل الحاجة طالعة عاملة إزاي، مقلية طبعًا وجميلة وطلّعتها على مناديل. هابدأ دلوقتي بقى لمّا الصلصة بتاعتي تخش على تسبيكة، هاقوم جايبة بقى البايركس بتاعي، وهنبدأ إن إحنا نرُص الحاجة بتاعتنا بتاعة المسقعة. عملنا بقى التحابيش اللي هي جنبها الجرجير والبصل الأخضر والعيش البلدي. فهابدأ دلوقتي الصلصة بتاعتي اتسبكت، هابدأ إن أنا بقى أرُص البايركس علشان أخلّص المسقعة بتاعتي. هاجيبها كده والبايركس أهو، هانزل الأول بطبقة من البتنجان كلّه بقى رَص.
ولو أنا قُلت لِك لو أنتِ حابة كنتِ تعمليها بلحمة مفرومة، هنعمل بقى بين الرقات دي اللحمة المفرومة، بس أنا قُلت لكم حبيت إن هي تكون اقتصادية وأكلة سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد وعلى قد الميزانية. فبدأت كده اللي أنا أرُص البتنجان بتاعي، والصلصة بقى أم توم بتاعتي اتسبكت وبقت تمام. هابدأ إن أنا أجيب بقى بالمغرفة بتاعتي كده وأحط شوية صلصة، وبعدين نرجع نعيد نفس التكرار تاني لحد ما نكمل البايركس كله رص أو نخلص المسقعة كلها. هابدأ إن أنا بقى أنزل بالصلصة، الصلصة ريحتها جميلة وريحة التوم مع الخل حلوة جدا جدا يا بنات. نزلنا بالصلصة وهنبدأ برضو نحط ان احنا رق بتنجان تاني، ونبدأ ان احنا نرص بقى الطبقات بتاعتنا كلها. مسقعة بتكون حلوة وبسيطة، وكمان حلاوتها لما بتبات عندك تاني يوم ممكن ان انتي تقومي تاني يوم لو هي زادت عندك مش هتبقي حاملة هم فطار. هتجيبي بقى المسقعة والحوالين الحاجات اللي عندك وهتعملي احلى فطار، اللي هي بصراحة حلاوتها لما بتبات من الاكلات اللي هي لما بتبات بتبقى حلوة زي البامية وزي السبانخ. لما بتبات بتبقى لها طعم تاني، والمسقعة برضو من الحاجات اللي هي لما بتبات بتبقى حلوة اوي. هبدأ برضو ان انا احط كده رق صلصة، ونبدأ بقى ان احنا ننزل البطاطس. عندي ولادي بيحبوا جدا البطاطس اكتر من البتنجان، يعني بيقعدوا ينقوا كده البطاطس عن البتنجان. يعني الواحد بعد كده عايز يعمل لهم مسقعة بطاطس، بس هي نفس الخطوات بس تبقى بطاطس عشان هما بيحبوا البطاطس جدا، يعني يقعدوا ينقوا البطاطس وياكلوا البطاطس ومش عايزين ياكلوا البتنجان. حطينا البطاطس وهبدأ ان انا انزل برضو بشوية من الصلصة كده على وش البطاطس، وهننزل بقى بآخر حاجة اللي هي الفلفل. هي برضو لما يكون الفلفل حراق فيها بتكون حلوة جدا، بس انا طبعا مش هقدر اعمل فلفل حراق او مش هقدر اعمل كذا صينية، هي صينية واحدة والدنيا تتلم. بتكون حلوة جدا ساعات لما بعملها وعايزة اكل معاها حاجة حراقة بقلي جنبها فلفل حراق، بس ما بعرفش ادخلها في قلبها فلفل حراق عشان ولادي صغيرين وبياكلوا منها وكده ومش بيحبوا الحاجة الحراقة. هنبدأ بقى ان احنا نغلف الصينية كده باخر بقى شوية صلصة، وبعد كده هنديها غلوة على النار من فوق على عين البوتاجاز من فوق، وبعد كده هندخلها الشواية دقيقتين بس كده تاخد لون من فوق. هو الفلفل كده كده واخد لون يعني في التحمير، بس هنشد وشها شوية كده على الشواية. حضرنا بقى حاجة اكلنا العيش البلدي، وحضرنا بقى الجرجير والبصل، وانت حابة بقى اي حاجة تانية جنبها اعملي، حابة تعملي بطماطم مخللة عندك شوية مخلل، اي حاجة بقى مش هتقول لا ومش هتشتكي. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، ودي كانت المسقعة بتاعتي البلدي السهلة البسيطة الموفرة إلى حد ما، إن هي مفيهاش أي لحمة ولا أي حاجة. فاليومين دول الميزانية يعني لازم نمشيها سواء كده أو كده، وكل فضل ونعمة من ربنا. الحمد لله على كل حال والحمد لله على كل شيء. لو انت معايا لحد هنا متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة، وانتظروا الفيديو ان شاء الله، هتوحشوني جدا. مع السلامة.